السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رح نعرض نموذجين لشخصين مختلفين، واحد مكفر الناس ومحرم ما أحل الله، وواحد مميع كل شيء في الدين الإسلامي. شوف أول واحد. زمان يا رجاله ما كانش حد بيروح يدفع لقريش عشان يحج. انتوا دلوقتي بتروحوا تدفعوا لمحمد بن سلمان، بتدفعوا لمحمد بن سلمان، بتدفعوا لشركات الطيران الامريكيه والانجليزيه والسعوديه والمصريه والبتنجانيه. كل الفلوس دي داخله لمين؟ لمحمد بن سلمان الكافر، لسيسي الكافر، لامريكا، لاوروبا، كله كفر، كله كفر. انتوا بتدوا فلوسكم لشركات كافره في الطيران، ومحمد بن سلمان اللي بيدعم دلوقتي وبيعمل حفلات في ارض الرسول ويهش بشك ومدخل الخمر زي ما هوريكم فيديو دلوقتي. بتدوهم فلوسكم يا مسلمين عشان تروحوا تحجوا. يعني انتوا بتدعموا اللي بيحاربوا الاسلام بفلوسكم عشان تروحوا تقفوا على جبل عرفات. الحج دلوقتي حرام. يعني انتوا بتدعموا اللي بيحاربوا الاسلام بفلوسكم عشان تروحوا تقفوا على جبل عرفات. الحج دلوقتي حرام. ليه؟ لان اول مره في تاريخ الاسلام يكون الحج بفلوس. زمان كان الواد بياخد الجمل ويمشي. ايه معنى الحج ده يا رجاله؟ ايه كان الغرض من الحج يا رجاله؟ الغرض من الحج ان كل المسلمين يجوا من كل بقاع الارض ويتقووا ببعض. طيب، مثل ما تعودنا ان اي شخص بيطلع بيتكلم بنعرض الكلام على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل المقصد من الحج مثل ما قال الله عز وجل يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، إلى قول الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. هذا الغرض من الحج. الغرض هو إقامة ركن من أركان الإسلام. الغرض هو إقامة شعيرة من شعائر الله عز وجل. والغرض الأساسي هو أن نذكر اسم الله في المكان الذي أمرنا الله عز وجل. المسلمين بتقووا بعض بالحج، بيشوفوا بعض، بيتعارفوا مع بعض، هذا جانب، لكن ما هو الجانب الأساسي. الجانب الأساسي هو إقامة الركن من أركان الإسلام وتلبية لدعوة الله عز وجل. في كل سنة يؤذن مؤذن الحج ونحن نلبي هذه الشعيرة. هذا واجب المسلم. طيب، الحج صار بفلوس، ما مثل أيام زمان. طورت الوسائل، طور النقل، طور كله، صار بده فلوس بسبب انتشار الرأسمالية والشركات صار كله بفلوس. حتى صار النفس اللي بتتنفسه بفلوس. إذا صار الزمان هكذا، نحن منوقف شعائر الله عز وجل؟ ما نعطل شعائر الله عز وجل؟ لا. يعني على فرض الحاكم قال يلا كل واحد بده يصوم رمضان كل يوم تدفع $1 على اليوم اللي بدك تصومه، نقوم نحن نقول لا، نحن نبطل نصوم، نترك هذا الركن؟ ما هي مثل هي. الصيام ركن من أركان الإسلام، والحج ركن من أركان الإسلام. ما فينك تقول الحج حرام، لأنك أنت عم تحرم ما أحل الله وما أمر الله وما فرض الله. واللي أنت عم تعمله واضح أنك أنت غيور على دينك، وعصبيتك هي اللي طالعة نصرة للدين الإسلامي. أنا متفهم هذا الشيء، لكن تحرم ركن من أركان الإسلام فرض الله على المسلمين وشعيرة مهمة من شعائر المسلمين للمقتدر. طب أنت مين قال لك أن فلوس الحج هي عم تنعمل فيها مواسم الرياض؟ ليش ما فلوس النفط؟ فما فينك تقول اني انا بدي حرم الحج لان هالفلوس ممكن يستغلها ملك السعوديه في امور منكرات. ما فينك. محتاج نص واضح وصريح لتعطل هذه الشعيره. ما فينك تعطلها بالطريقه اللي قصت فيها انت، هالقياس السطحي. من شان نقطه دفع الفلوس لشركات الطيران، انت من نفسك جوا بلدك عم تدفع البنزين اللي هو جاي من شركات كافره، عم تطلع بالمواصلات العامه عم تدفع لشركات كافره، عم تروح تشتري من اي سوبر ماركت عم تدفع لشركات كافره. فعمليا انت وقاعد عندهم عم تدفع لشركات كافره، ولا عم تقوم بشعيره، ولا عم تذكر اسم الله، ولا عم تقيم ركن من اركان الاسلام. نجي على اقامه الشعيره واقامه ركن من اركان الاسلام نقول للمسلمين لا، حرام تعملوها. انا مستغرب طريقه الطرح. اي نعم، في تجاوزات في كل بلد اسلاميه، ولا تطبق الشريعه بالشكل الصحيح، بالشكل اللي فرضه الله عز وجل علينا. لكن ما نوصل الناس اني ما يروحوا ويقوموا شعيره من شعائر الله عز وجل. هذا صح، عم تدفع فلوس لأن هذا الحال مفروض على كل الناس، لكن عم تدفعوا لحتى تقيم شعيرة. انت ما عم تدفعوا موالاة لهم، ما عم تدفعوا حبا فيهم، عم تدفعوا لحتى تروح تتعبد الله. ومثل ما اننا نقوم الركن من اركان الاسلام، هذا هو الهدف من دفع الاموال، وليس الهدف موالاتهم. فشوف القياس اللي انت قصته. مباشرة افترضت انك انت عم تواليهم، مباشرة حرمت على اساس ان هن عم يواليهم، مباشرة عملتهم منافقين، ان الناس اللي عم تروح على الحج عم تدفع فلوس مقابل رسوم الحج ولا رسوم الطيران. مباشرة يعني عملت بناء غلط وتابعت في البناء. يقول الله عز وجل: ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه. لما بنقول للناس الشعيرة اللي قال عن الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات، نجي نقول لهم نحن نمنعهم عن ذكر الله بهذه الطريقة ونقول لهم الحج حرام. هذا من الغلو. من انكر المنكر، من انكر اللي عم نشوفه، نحاول نغير المنكر، لكن ما بهالطريقه هي. بيجينا واحد تاني مميع على الاخر. تفضل. بعدين تحكيم شرع الله، شو يعني تحكيم شرع الله؟ تحكيم شرع الله يعني قطع يد السارق، يعني رجم الزانيه. يعني تخيل انت اليوم بالقرن ال21 مثلا حاطين والله مره بحفره وحاطين رجال حواليها وكل واحد ماسك حجر ونازل فيها ضرب وهي عم تبني لحتى تموت.
يعني اليوم هذا كلام ما بيشتغل، يعني هذا الحد اليوم ما عاد يزبط. لا، هذا شرع الله قائم الى يوم الدين. لك يا اخي ما بيزبط، حتى لو كان شرع الله ما بيزبط. اثبتت التجربه انه شرع الله ما بيزبط. في عندك نماذج ناجحه، في عندك نماذج ناجحه. شو هي النماذج الناجحه؟ ليك تفرج على القانون، وتفرج شلون الدول انبنت، وتفرج على الاقتصاد شلون الدول بتزدهر، مبدا المفهوم الدوله الحديثه. ليش ما صالح شرع الله عز وجل؟ اما لساتك عايش لي بالقرون الوسطى، انت ما بيزبط يا اخي هذا الكلام. لأن الأسلوب الغربي أفضل من شرع الله عز وجل. لازم نوضح نقاط بهاي المسألة، أن شرع الله عز وجل والعقوبات التي أنزلها الله عز وجل هي عقوبات ردعية، وليست عقوبة من أجل العقاب. يعني يتعاقب شخص واحد ليرتدع المجتمع، وليس الهدف أن فقط هذا الشخص يتم معاقبته. فلو قطعت يد السارق، أي سارق يفكر في مسألة السرقة راح ينشال هذا الفكر من راسه. ومين اللي بيخاف من هالعقوبة؟ وحتى لو إجا الإسلام قال عقوبة السارق الإعدام، مين بيخاف من هالعقوبة هاي؟ مين اللي بيخاف من العقوبة عمليا؟ مين اللي بيخاف من العقوبة؟ هل أنا كشخص بعمري ما بفكر بالسرقة، هل بدي أخاف من هالعقوبة هاي؟ ما حخاف، لأني أنا أساسا ما بفكر بالسرقة. اللي بيخاف منه هو الشخص اللي بيفكر يوقع بهذا الجرم، اللي عم يخطط للسرقة. هذا الشخص اللي بده يخاف ويحاول يخفف من العقوبة. عقوبة الزاني والزانية هي عقوبة ردعية حتى لا ينتشر الفساد وينتشر أولاد الحرام في المجتمع. الأمثلة يلي ضرب أني شوف الغرب، شوف كذا. هل توقف الزنا في الغرب؟ ما في قانون بيمنع الزنا. وين التطور عم تقول لنا؟ شايف سيارات حديثة وكان بناية عالية بتقول هي التطور؟ يا رجل التحرش ما قدروا يوقفوا، بتقلي شوف الغرب. انت إلك القشور، بس انت انسان مفتون بالقشور. يقول الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. من الذين لا يعلمون؟ انت من الذين لا يعلمون هدف الشريعة واقامة الشريعة. جاي عم تتمسخر على تطبيق الشريعة وتقول ان هي ما نصالحة حتى لو كان شرع الله قائم. انت لو عرفت عن جد ليه قوانين الله عز وجل بهذه الطريقة ما تجرأت وقلت هذا الكلام. يقول الله عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أنت هواك عم يقول لك إني لا، شرع الله ما كويس، والله عز وجل عم يقول: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. لا، وبعد رب العالمين حذرنا من أمثالك وقال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. عن بعض، تخيل، وليس عن الكل الشريعة، لا، عن بعض ما أنزل الله إليك. عم يحذرنا الله عز وجل من أمثالك اللي اتبعوا هواهم، اللي رأوا بالغرب مثال يحتذى بهم على الرغم من الفساد الموجود عندهم وعدم قدرتهم على ضبطه. يعني لا قدروا يوقفوا السرقة. عليك كده تفرج على القانون، وتفرج شلون الدول انبنت، وتفرج على الاقتصاد شلون. لا قدروا يوقفوا الزنا. عليك كده تفرج على القانون، وتفرج شلون الدول انبنت. ولا قدروا يوقفوا التحرش. عليك كده تفرج على القانون، وتفرج شلون الدول انبنت. لا قدروا يوقفوا الجريمة والقتل. عليك كده تفرج على القانون، وتفرج شلون الدول انبنت. مع أن عندهم قوانين، لكن في شريعة الله قدرت توقف هذا كله في زمن من الأزمان. بدك تضرب لي أمثلة بجماعات وتيارات ظهرت في عصرنا هذا وما طبقت الدين الإسلامي بالشكل الصحيح؟ بقول لك نحن لا يوجد عندنا كهنوت في الدين الإسلامي. يعني ممكن تطلع تيار، فئة، تنظيم يتبنى أني أنا بدي أطبق الشريعة لكني أخطئ بهذا أثناء التطبيق، هذا معذور، لكن لا يلام الإسلام، لا يلام شرع الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون. حكم الجاهلية اللي أنت حاب تطبق. شو هو حكم الجاهلية؟ كان إذا سرق فيهم الشريف يتركوه، ما في مشكلة، وإذا سرق الضعيف عاقبوه. هي العلمانية اللي أنت معجب فيها. الشريف بيدفع له كام ليرة بيتركوه، أما الضعيف بياكلوه أكل. واسأل اللاجئين يلي وصلوا على أوروبا كيف إذا هن أخطأوا خطأ بسيط بياكلوهم أكل وبيقولوا لهم بالقانون. لكن يخطئ أوروبي واحد بس بيلاقوا له مليون عذر، بيلاقوا له مليون تبرير حتى ما يتعاقب. لكن أنت كأجنبي بتم معاقبتك وفضحك. هذا حكم الجاهلية اللي أنت معجب فيه. هدول الصنفين اللي شفناهم مثال حي على تمييع شريعة الله عز وجل وتضييق فهم شريعة الله عز وجل. واحد حرم ركن من أركان الإسلام، وواحد ترك الشريعة كلها. هذا ما أنتجه فهم الدين الإسلامي عن طريق جوجل وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. بنقول لهم يا ناس اتبعوا منهجية واضحة لكتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، بشوف نفسه أن إذا قرأ نص خلاص هو فهمه، لكن للأسف الشديد ليس كل من قرأ فهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.